بيبدأ فيلمنا النهاردة مع طائر الإقلاق، وبنعرف إن مهمة الطيور ديت هي توصيل الأطفال من الجبل بتاعهم عشان يودوهم لعائلاتهم في كل مكان. ومع إن الأطفال كانوا أشقياء وكانوا بيبهدلوهم، بس كان هما بيقدروا يوصلوا كل الأطفال بنجاح، وبيفضلوا على الحال ده جيل ورا جيل. بس دلوقتي خلاص شغل توصيل الأطفال انتهى، ودلوقتي بيوصلوا طرود. ده بقى جونيور كان مبسوط وبيحتفل إن هو وصل للطرد المليون اللي بيوصله بنجاح، وبيسأل الطيور اللي شغالين معاه مين عايز يحتفل معايا. بس كلهم بيبقى وراهم حاجات تانية ومش فاضيين. بيجيله بعدها الحمامة وبيهنيه على طرد المليون، وبيعرفوا ان المدير عايزه حالا. وهو طالع للمدير كان بيتدرب على ازاي كان هيتكلم معاه، ولما بيطلع المدير كان مجهز له مفاجأة كبيرة، وهو كان بيقول له ان هو هيبقى المدير مكانه. وبيحكي له انه من 18 سنة هو انقذهم من توصيل الاطفال، وان هو لازم يحافظ على المكان ده من بعده. وبيعرفوا ان اكبر مشكله ممكن تقابله هي البنت التويلب اليتيمه، وبيحكي له ان هما ازاي وقفوا توصيل الاطفال. ان من زمان من 18 سنه كان في طائر اسمه جاسبر، وهو اللي كان المفروض يوصل البنوته ديت اليتيمه ديت، بس هو ضيع العنوان بتاعها، فهو قرر يحتفظ بيها. ومن ساعتها لغوا توصيل الاطفال، وتويلب قعدت معاهم. بس هي دلوقتي بقى عندها 18 سنة وممكن ترجع تاني لعالم البشر. بيوريه أرباح الشركة ازاي بتكون عالية جدا وهي مش موجودة في اجازة او مشوار. لما بتبقى موجودة في مكانه بتساعدهم الربح بيقل جدا. بيعرفوا ان المدير الشاطر لازم يتخلص من مشاكله، وان هو لازم يطردها عشان يبقى مدير. بينزل جين وبيلاقي تويلب اللي كانت بتختبر آلة هي صنعتها عشان تطير بيها، وطبعا بتبهدل بها الدنيا خالص. بعدها بيكلمها جونيور، بس ما كانش قادر يطردها من المكان. بدل ما يطردها بيعينها في قسم استلام الرسائل، وبيقول لها انها تفضل فيه على طول. بس هي بعد فترة زهقت من المكان وقعدت تتكلم في نفسها. بنروح بقى للطفل ده. الطفل ده كان بيلعب مع نفسه، وكان باباه ومامته مشغولين عنه، حتى ما بيخرجوا سوا محدش بيديله اي اهتمام. هو كان باين عليه لما بيشاف العيله التانية ديت ان هو نفسه في عيله زيهم واخوات يلعب معاهم. بيرجع البيت وبيدخل المكان اللي بيشيلوا فيه الحاجات القديمه. بيلاقي هناك اعلان قديم عن شركه الطيور اللي بتوصل الاطفال. بيكتب لهم رساله باسم باباه ومامته، وبيطلب منهم طفل. الرساله بتعدي على طول في قسم استلام الرسائل. بنروح للمدير اللي بيقول للجونيور، بيقول له ان يوم الاثنين الجاي انت خلاص هتبقى المدير. وفكروا ان هو طرد طويلب خلاص. بس ساعتها بتظهر هي على الكاميرات، وبيحاول جونيور ان المدير ما يشوفهاش. بيروح لها وهي طالعه على آلة الاطفال القديمه كانت هتحط فيها الرساله، بس هو حاول يلحقها فبيتعور. كانوا خلاص هيمشوا بس سمعوا صوت الطفله اللي الآلة طلعتها. بياخدوا الكبسوله اللي فيها الطفله وبيحاولوا يخبوها. وبيقول لطويلب ان لو حد شاف الطفل دوت انا عمري ما هبقى المدير. بيقولها ما تفتحش الكبسوله وهم هيوصلوها لاهلها زي ما هي، كمان مش هيشوفوا الطفله اللي جواه. حاول يطير بيها بس ما قدرش لان جناحه اتعور. بتقترح تويلب ان هم يوصلوها بآلة الطيران بتاعتها، ما كانش قدامه غير الحل دوت. فقرروا يعملوا كده. فلما بيطيروا جاسبر بيشوفهم. الولد ده بقى كان في البيت عشان كان بيجهز كل حاجه عشان الطفل لما يجي. وبابا بيشوفه وبيعرف ان هو طلب طفل، وبيقول له ان هو خلاص ما عادوش بيوصلوا اطفال. بنرجع لهم تاني وهما كانوا في الطياره، وبعد كده بيقعوا هما الاتنين بالطفل. تويلب بتفتح الكبسوله وبتلاقي طفله جميله جدا، بس جونيور بياخدها منها وبيقول لها ان هو هيروح يوصل الطفله لوحده. بس ما يحقش يا عيني لانه بيطلع عليهم قطيع ذئاب. بياخدوهم وبيربطوهم عشان يشوفوا هياكلوا مين فيهم الاول. بس ساعه ما بيشوفوا الطفله وجمالها بيحبها او ما بيأذوهاش. بيفكوا جونيور وتويلب وبيضربوا واحد فيهم بخشبه، وبياخدوا الطفله وبيهربوا بيه. بياخدوا الجهاز بتاعهم وبينزلوا بيه في الميه، وتيجي الحمامه تبقى جايه وراهم بتسأل عليهم كل الحيوانات اللي بتشوفهم، لحد ما بتوصل لأرنب بيقول لها ان هو شافهم من يومين. بالليل بيقعدوا 3 سوا يتدفوا بالنار. تويلب بتسأله انت بتخاف من الاطفال كده ليه؟ بيعرفها ان هو لو حد عرف باللي عمله استحاله يبقى مدير في اي وقت بعد كده. وهي بتصرحه ان هي بنت الطياره بتاعتها ديت عشان تدور بيها على اهلها، وان جسبر زمان كسر بتاع اللي فيها عنوان كان لسه فيها جزء موجود وهو لسه معاها. جونيور بيتأثر بكلامها، بيعرف انها ضحت بالطيارة اللي كانت هتدور بيها على اهلها عشان توصل بقى الطفل، وبيطلب منها انها تسميها، وهي بتسميها دايموند اللي هي كانت بتعيط. في الوقت ده بقى الحمام كان شايف كل اللي بيحصل ده، وبيروح بسرعة عشان يبلغ المدير بتاعه. المدير بيوعده ان هو اللي هيبقى المدير مكانه لو نجح ان هو يوقفهم وما يوصلوش الطفله لاهلها. هما كانوا بيحاولوا بكل الطرق ان هما يقدروا يوصلوها. كمان اسره الولد بيكونوا مهتموا بيه وبيعملوا معاه كمان كل التجهيزات عشان الطفله اللي جايه. بيوصلوا بعد كده لجماعه المينا، وبعد كده بيستخبوا لانهم لو شافوا طفل تاني مع الاقلاق هتبقى في مشكله. دايما بتعيط، واللي في المينا بيفضلوا يدوروا على الصوت ده جاي منين، وبيطلع ان الطفله بتعيط كل ده
عشان عايزة جونيور، اللي أول ما بيشيلها بتسكت وما بيكشفوش. بعد كده بيظهر الذئاب تاني وبيطاردوهم عشان عايزين الطفلة وبيحاولوا يهربوا منهم، بس الذئاب بتحوطهم وبيقولهم انهم عايزين ياكلوهم وياخدوا دايموند ويربوها عشان حبوها. بس ساعتها بيظهر جاسبر وبينقذهم من الذئاب وبيوصلهم لمركب. كان عايز يتكلم مع تولب اللي بتكون زعلانة ومش عايزة تتكلم معاه عشان هو السبب ان هو خدها من اهلها. بيقولها انه زمان اول ما شافها كان بيحبها جدا وزعل لما المنارة اللي فيها العنوان اتكسرت، وانه كل السنين دي بيجمعها تاني، بس للاسف في قطعة ناقصة ومش لاقيها. بتفرح تولب جدا لان الجزء الناقص هو اللي كان معاها، وبيركبوا المنارة وفعلا بتنور تاني وبتشتغل، وبتفرح جدا تولب لانها اشتغلت، وبتقول لجونيور انها هتوصل الطفلة معاه وبعد كده هتروح لاهلها وكمان هتاخد اهلها للجبل بتاعهم هناك. بس جونيور بيقول لها ان المفروض ده اصلا ان هو كان يطردها من بدري وانها دلوقتي لازم تروح لاهلها لان هناك هم على الجبل. بتزعل تولب من كلامه وبتقرر انها تروح لاهلها فعلا. هو بيطمنها ان هو هيوصل دايموند لاهلها زي ما اتفقوا. بياخدها جاسبر بقى عشان يوديها لاهلها. فعلا بيعرفوا يوصلوا للبيت وبيرن الجرس. بعد ما استنوا شويه محدش بيرد. في الوقت اللي الجرس بيرن كانوا مفكروا ان هو الطفل. بيطلع ظابط وبيقول لهم ان هم بانيينه دوت لازم يتهد لانه مخالف، وبيوصل بقى جونيور طفل للعنوان. فبيلاقي ان هانتر هناك وبيقولوا ان هو مطرود بسبب اللي هو عمله، يربطوه بحبل وبياخدوا طفله ويمشوا. في الوقت ده الطفل بقى بيتاكد ان الطيور ما عادش بتوصل للاطفال خلاص. بيهد بقى اللي عامله، كان زعلان جدا. طويل بتروح على العنوان اللي كان معاهم بتلاقي جونيور مربوط هناك، بيعرفها اللي حصل وبيعملوا خطة عشان يرجعوا بها دايموند تاني. بيدخلوا جوه طرد داخل على الشركة وبيلاقوا هناك حفلة كبيرة. بيشوف البطاريق مساعدين المدير بيجروا عليهم وبيتخانقوا معاهم وبيقدروا هم يرجعوا دايموند، بس هم خارجين الطيور بتشوفهم ويفضلوا يطاردوهم. بيجروا لحد غرفة الأطفال اللي فيها الآلة القديمة. جونيور بيوصل الآلة تاني بالرسائل كلها بتاعة الأطفال اللي كانوا مخزنينها. الآلة بترجع تشتغل تاني وبتفضل تطلع في أطفال. هانتر مسكتش وركب آلة جديدة عشان يدمر جزء الأطفال في المصنع، بس تقريبا ما كانش عارف يشغل الآلة وبيدمر فيها بالغلط الشركة كلها. جونيور بعدها بيخطف في الطيور وبيفكرهم بمهمتهم الأساسية من زمان. بيتجمعوا كلهم فعلا تاني عشان يرجعوا يوصلوا الأطفال اللي الآلة طلعته. والولد بيشوف اللي بيحصل من الشباك وبيبقى فرحان جدا. وتولب وجونيور بيتوصلوا الطفله دايموند، وتويلت بقى بترجع لاهلها بتبقى فرحانه جدا. وكده خلص فيلمنا النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكوا كل جديد.